لقاءنا اليوم كان مع سماحة المفتي تنقول له الحمد لله على سلامته، والاجتماعي اللي حضره بالمملكة العربية السعودية كان كتير مهم، لأنه بفرجي أنه كيف الاعتدال الإسلامي والاعتدال السني والاعتدال يلي بتمثل المملكة العربية السعودية ودار الفتوى يجب أن يترجم بالواقع بعملية ممارسة بالوقت اللي اليوم أهم شيء أنه كلنا يكون إيد واحدة. سؤالي أنا اللي بس يلي اخذين البلد للحرب، مين ربح ومين خسر؟ أي مرحلة أي وقت بنروح للحرب كلياتنا خسرانين. كلياتنا بنعرف إنه جنوبنا في فوق 120 ألف لبناني اليوم تهجر من بيته. مليارات الدولارات من أراضي انحرقت، من بيوت تدمرت، من اقتصاد انضرب. السؤال مين عم يربح من الحرب؟ خلينا نروح ونحن من هون بنقول من هالدار الكريمة نحن ضد الإبادة الجماعية، ونحن مع أهلنا بفلسطين ونرفض ما يحصل بفلسطين، لأنه لما بنشوف في 40 ألف شهيد ويكون في 90 ألف شخص متضرر من الحرب، هذه بالنسبة لي هذه جرائم، وهذه يجب أن يحاكم عليها بمحكمة العدل الدولية، ويجب أن توقف هذه الإبادة. نتمنى أنه كلياتنا نكون إيد وحدة، نطبق القرار 1701 بكل معطياته من كل الأطراف حتى نحمي بلدنا من الحرب. واليوم لما نيجي بنطلع انه اين هذه الحكومه؟ حكومه مغيبه، حكومه بالنتيجه ما عملت لا بالفعل ولا بالمواقف يلي تحمي البلد، حكومه لم تحضر حالها، وبنسمع عن كلام لتحضير في حاله صار في حرب. السؤال شو هو التحضيرات اللي عم نعملها؟ نحن كمنتخبين شغلتنا اولا واخرا هو شعبنا، ولما نحن عم نقول بدنا نمنع الحرب على لبنان، بدنا نتعامل مع المجتمع الدولي تنوقف هذه الحرب العشوائية على لبنان وعلى فلسطين، وين بنكون نحن بالاخر عم ناخذ طرف مع او ضد الداخل اللبناني؟ لما نحن عم نطالب بوقف الحرب ابتداء من الجنوب وصولا للضاحية وصولا للهرمل وبعلبك ولبيروت، وين بنكون نحن عم ناخذ طرف ضد طرف ثاني؟ ليش نحن جنوب لما 120 ألف لبناني اليوم متهجر من بيوته وتدمرت بيوته، هو منهم لبنانيين؟ نتمنى على الكل نمد ايدينا لبعضنا، هذه فرصة نفكر بشو لبنان اللي بدنا اياه، هل هو لبنان اللي بدنا نعيش كلنا فيه ولا لبنان اللي بدنا نقسمه؟ نحن مع لبنان يكون كلياته واحد، بدنا كلنا نحط ايدينا ببعضنا، نبتدي بانتخاب رئيس جمهورية، يكون في عنا حكومة قادرة، نبلش بالاصلاحات والاخر نمشي بهالبلد قدما.